الشاي هو المشروب الرسمي للمصريين، لكن عمرك سمعت عن علوي الجزار صاحب شركة الشاي الشيخ الشريب واللي خلص عليه أو قضى عليه عبد الناصر بسبب ماتش كورة وسجارة؟ وفي الفيديو ده هحكي لك عن قصة شاي الشيخ الشريب وليه عبد الناصر عمل كده معاه. بكل بساطة كده يا سيدي، انتهت قصة أهم راجل أعمال في مصر بسبب إن عبد الناصر ما استحملش إن هو يشوفه ويدخن سيجارة. الراجل ده هو رجل الأعمال علوي الجزار، وده راجل من الحومدية خريج كلية زراعة. الراجل ما حبش إن هو يشتغل في وظيفة كده وخلاص كده زي أي واحد عادي، ومن البيت للوظيفة للوظيفة للبيت وكده خلاص، لا، حب يشتغل في التجارة. وتجارة إيه؟ تجارة الشاي. قال لك ليه إحنا ما نشتغلش في تجارة الشاي ونجيب الشاي الخام ونصنعه إحنا في مصر؟ فراح على طول هو وثلاثة من اخواته مشتغلين في تجارة الشاي، وبدأ يجيب الشاي من سيلان، وبدأ يوزع شاي في مصر، وبعدها بدأ يوزع في الدول العربية. تشرب شاي؟ لكن مشروع تجارة الشاي ده ما كانش هو المشروع الوحيد، وإلا عمره ما كنا هنعتبره أسطورة ولا هنتكلم عنه. لكن كان ليه مشاريع تانية وإنجازات تانية غير الشاي. علوي الجزار لما شركة كوكاكولا بدأت تنزل مصر اشترى من أسهم الشركة، واشترى 70% من أسهمها، وكان هو رئيس مجلس إدارة الشركة، فكان عنده الشاي والكولا. وكانت عنده مصانع تانية زي مصانع السجاد وبلاط ومصانع موبيليات وحلويات وشربات. علوي الجزار ده كان من الناس اللي انطبق عليهم مقولة ان هو بيتحول التراب في ايده لذهب. والشاي بتاع علوي الجزار كان هو الشاي الرسمي والمعتمد عند المصريين. تشرب ايه؟ اشرب شاي. برغم ان كان في شركات تانية زي شاي زوزو وشاي كروان، لكن شاي الشيخ الشريب كان ليه طعم تاني ومذاق تاني عند المصريين وتفوق عليهم. وكل ده بسبب الجودة بتاعته، وكمان في سبب تاني، الدعاية اللي عملها. الدعاية اللي عملها هي اللي خلاها تنتشر بين المصريين. فاختيار اسم الشيخ الشريب وكمان الصورة اللي حطها على باكو الشاي خلى الناس تتفاعل معاه، وحسس الناس ان الصورة اللي على الشاي ده صورة واحد منهم، واحد شيخ بيشرب شاي ومبتسم، وما رضيش يحط لا صورة ممثل مشهور ولا لاعب مشهور ولا حتى صورته هو زي ما الناس كانت فاكرة، لا، ده صورة عم عرفة اللي هو السواق بتاعه. وعشان كده الشاي الشيخ الشريب بقى هو الشاي الرسمي عند الستات المصرية. وفي الستينات يا سيدي تولى علوي الجزار رئاسة نادي الزمالك، وزي ما كان ليه انجازات في الصناعة برضه كان ليه انجازات مع نادي الزمالك. والزمالك اخذ الدوري مرتين على التوالي. والراجل قرر بعدها ان هو يجيب نادي ريال مدريد اللي هو اكبر نادي في العالم يلعب مع نادي الزمالك في القاهرة. الماتش ده كان سبب ان اسطورة علوي الجزار تنتهي، لان مال ازاي بس؟ ما انا هقول لك ازاي. جمال عبد الناصر في الوقت ده كان بيتفرج على الماتش في التلفزيون، فعلوي الجزار كان قاعد مع رئيس ريال مدريد في المقصورة الرئيسية عادي زي اي رئيس نادي عادي في العالم. فالراجل راح مولع سيجارة هو رئيس ريال مدريد، كل واحد فيهم مولع سيجارة. جمال عبد الناصر شافهم وما استحملش، الراجل خدته عظمة السلطة والكبر. المهم سأل مين ده اللي بيولع سيجارة مع رئيس ريال مدريد؟ فقالوا له يا ريس ده علوي الجزار. فراح سألهم احنا أممناه ولا لسه؟ فقالوا لي لسه. فرجالة جمال عبد الناصر ما استنوش واستنوا الراجل عند البيت، حتى الساعة بتاعته الرولكس خدوها منه، العربية بتاعته خدوها منه برضه. وانتهت اسطورة رجل الأعمال علوي الجزار صاحب شاي الشيخ الشريب. فالسؤال هنا ايه اللي كان هيحصل لمصر لو كنا سيدنا واحد زي علوي الجزار وحافظنا على رجال الأعمال اللي زيه من شرطة القرار التأميم على شركاته؟ أكيد الوضع كان هيتغير. وبكده يكون خلصت فيديو النهارده، ولو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله.